مش بيعدي عليك يوم كده بتصحى فيه من النوم وبتلاقي المواقف والأحداث اللي بتحصل لك في اليوم ده كأنك عشتها قبل كده؟ زي إنك قابلت حد في مكان معين وبعدها بتلاقي نفسك بتقابله في نفس المكان فعلا، أو بنفس اللبس أو بنفس القعدة. والأكتر كمان إن نفس الحوار اللي دار ما بينكم بتحس كأنه دار بينكم قبل كده، وانت عارف تفاصيله بالحرف الواحد، وما بتبقاش عارف اللي انت فيه ده حقيقة ولا خيال. وبتسأل نفسك احنا فعلا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولا كل ده مجرد هواجس وخيالات في دماغنا بس. تقريبا ده شعور مر علينا كلنا، وفي مننا بيعديه وفي بيحس انه شعور غريب، بس للأسف الحقيقة انه شعور مرعب، وكأنك أحمد حلمي في فيلم ألف مبروك. رغم كل الثورة العلمية والتكنولوجية والنجاحات اللي وصلنا لها في العصر الحديث في كل المجالات، النقلة اللي حصلت في العالم كله فسرت كتير من الظواهر الغريبة اللي كنا بنشوفها إنها غريبة زمان، والأسرار اللي موجودة في كوكب الأرض وبعض الكواكب التانية. إلا إنه لسه في بعض الظواهر العجيبة اللي عجز العلم تماما عن تفسيرها لحد دلوقتي، واللي بيوصفوها البشر بإنها خارج نطاق الحقيقة لمسافة أقرب للخيال. وده خلاها مادة خام أو مثيرة لإبداعات الكتاب عشان يظهروها في أفلامهم، وبيستفادوا بمدى غموضها عشان يقدروا يحطوا اللي هم عايزينه من غير ما حد لا يجادلهم، وطبعا لا يقول لهم انتوا بتعملوا حاجة غلط. وطبعا واحد من أهم الظواهر دي هي الظاهرة ديجافو، وده الاسم اللي أطلقوه عليها الفرنسيين، أو الظاهرة اللي ترجمتها تكرار موقف عشته من قبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتعيش موقف لأول مرة، بس لما بتيجي تفكر فيه بتلاقي أحداثه موجودة جوه دماغك بكل تفاصيلها، كأنك عشتها بحذافيرها قبل كده أو في حياة تانية. بس الحقيقة إن الظاهرة دي بالذات العلم ما قدرش يفسرها، وده ما يدلش غير على حاجة واحدة بس، وهي وجود قوة خفية فوق قدرة الإنسان على الفهم. طبعا رغم الجدية اللي العالم كله واخد بيها الظاهرة دي، إلا احنا كمصريين بنتعامل معاها بحس فكاهي وخفة دم، ومش حاطينها حتى في دماغنا ولا في اعتبارنا، وبنعتبرها نكرة بره عننا، ملهاش علاقة بينا وملناش علاقة بيها حتى لو كانت بتحصل لنا، وكأننا بنخبي عليها. والظاهرة دي ترجمتها بالإنجليزية already seen، وهي إشارة للشعور الغامض والمحير بإنك عشت أحداث بعينها من قبل كده ومألوفة عليك لدرجة بتخليك معتقد إنك عشت الموقف ده قبل كده بكل تفاصيله وأحداثه وحواره وحتى أشخاصه قبل كده. وده خلى العلماء يتجننوا ويأكدوا عن وجود حياة تانية أو حياة متعددة لكل إنسان، أو إنك عشت الموقف ده في حياة تانية وبتكرره في الحياة دي. بس في ناس تانيين أكدوا إن الظاهرة دي وكونت عنده أحداث وتفاصيل جديدة لوجود خلل لحظي في المخ. وهنا العلماء من جميع التخصصات حاولوا وضع تفسيرات مقبولة للظاهرة دي، إلا إنهم ملقوش أي سبب علمي دقيق أو أكيد للظاهرة دي، وده صعب الموضوع أكتر عليهم وعلينا. بس الأكيد إن الظاهرة دي موجودة، وفي ناس عاشتها من غير ما تعرف إزاي عاشتها أو إزاي حصلت لها. بس هيفضل هنا سؤال مهم جدا: هل لو قدرنا نتحكم في الظاهرة دي معنى كده إننا ممكن نعرف إيه هو الموقف اللي جاي ونقدر نتفاداه أو نتحكم فيه أو نغيره حتى؟ طبعا ده مش كلام أنا، ده الكلام اللي اعتمد عليه المؤلف في فيلم ذا نيكست للنجم نيكولاس كيدج. اتفرجوا عليه وشوفوا اللي بيحصل، واظن انكم هتتحيروا
اكتر من الاول، ومش هتلاقوا حتى اجابة للي موجود جوه دماغكم دلوقتي. بالعكس انتوا هتخافوا اكتر. وعلى فكرة حكاية فيلم نيكولاس كيدج كان المؤلف حكى عنها في تسريب فيديو ليه اول ما الفيلم نزل، وقال ان القصة دي كانت قصة حقيقية، بس رجعوا وحذفوا الفيديو ده كمان بسبب البلبلة والرعب والخوف اللي انتشر وقتها بين الناس. يا ترى كم واحد منكم حس الإحساس ده قبل كده وجربه؟ وهل في حد فعلا عنده القدرة على التحكم فيه ولا لأ؟ يا ريت اللي عنده أي حكايات عن الظاهرة دي يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضه يسيبه هناك، وأكيد هشوفه وهرد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي، هنا أو هنا لو انت بتتفرج على اليوتيوب. ولو انت بتتفرج على أي منصة تانية هتلاقوا اللينك في أول كومنت تحت الفيديو. متنسوش تتابعوا حسابات اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. هنتقابل تاني، استنوني. رامز عادل، المغبى أنجي.